السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبير سعودي بيكشف للشباب عن الطريقة الفعالة للحصول على راتب أعلى من الوزير. أهلا وسهلا بيكم. الفيديو ده مهم جدا وفيه حاجات هتفيدكم جدا، فياريت تكملوا للآخر. أوضح عبد الرحمن التميمي المختص في مجال المقاولات أن الشباب السعودي يمكنه الحصول على راتب يتفوق على راتب الوزير من خلال العمل في بعض المجالات المقاولات. وأشار التميمي خلال مقابلة على قناة روتانا خليجية في برنامج هلا إلى أن قطاع المقاولات يحتوي على الكثير من الفرص الوظيفية والتي يمكن للشباب السعودي الاستفادة منها بكفاءة عالية. وأضاف أن هناك بعض اللوبيات التي تسيطر على قطاع المقاولات وتنتمي إلى جنسيات عربية معينة والتي لم تحترم البلد. طبعا ده كلامه. أنا بوجه كلامي بقى للشباب في العالم العربي كله، مش يعني كلنا يعني. في 7 أسرار للمهندس المليونير. معظم المهندسين لديهم مهارات التفكير المنطقي والتحليل، عشان كده هم أهم شريحة بيمكن أنها تكون ثرية مع الوقت. أو معظم الناس اللي بتدخل في مجال المقاولات لو تشتغل بذكاء بتبقى ثرية إن شاء الله. هناك 4 أنواع من المهندسين. يعني في مهندسين متخرجين من كلية هندسة، بس مش شرط ان هم كلهم يكونوا أثرياء، مش شرط يكونوا كلهم مليونيرات ولا حاجة. في 4 أنواع. أول حاجة مهندس موظف. الأهل والمجتمع والتعليم بيقنعوك إن أنت يجب أن تكون من النوع الأول ده، مهندس موظف. ليه؟ من منطلق الأمان والمظهر الاجتماعي، وإن أنت بتشتغل وبتقبض مرتب آخر الشهر وعايش حياتك مرتاح وكل الكلام ده. فأنت تدخل كليات القمة ومش عارفة إيه، وبعدين تبدأ تشتغل في الهندسة. طبعا ده لسبب بسيط في علم الاقتصاد، إن كلما زاد العرض قل السعر. يعني أنت بتاخد مرتب بس مش مرتب كبير. ليه؟ لأن العرض كتير، في كتير مهندسين عايزين يتعينوا في أي مكان، عشان كده المرتبات بتكون قليلة جدا. وفي الحالة دي أنت بتكون يعني يدوب عارف تمشي. ده النوع الأول من المهندس اللي هو مهندس موظف. مهندس يعمل لحسابه الخاص بمفرده أو صاحب شركة صغيرة، شركة مقاولات من الباطن أو تشطيبات صغيرة أو موقع إلكتروني. ودي تشبه المرحلة الأولى، ولكن العمل فيها بيكون المقابل والربح أعلى شوية. في الغالب بتكون أكبر من المهندس الموظف، ولكن إذا لم يعمل أو يتابع بنفسه لن يجد أرباح. يعني لو ما تابعش شغله بنفسه مش هياخد أرباح. والمرحلة دي هتوصلنا المرحلة بعد كده. المرحلة الأولى اللي احنا قلناها اللي هي المهندس الموظف، دي حلوة بيستفاد بيها جزئية يعني شوية كده، ويتحول إلى مهندس يعمل لحسابه الخاص. المرحلة بقى الثالثة مهندس صاحب مشروع كبير. هو خلاص اتدرب في الوظيفة، اتدرب في انه كان مهندس من الباطن، دلوقتي بقى مهندس صاحب شركة مشروع كبير، زي شركة مقاولات لديها مشاريع كبيرة بعدة دول، أو مصنع يصدر لعدة دول، أو موقع إلكتروني عالمي. وهذا بيكون لديه رؤية وعلم وفلسفة الإدارة والإبداع والقيادة، وكلها يمكن تعلمها. الحاجة اللي مش عارف يتعلمها يقدر يتعلمها. وبيكون لديه فريق إدارة محترفين، وهذا المهندس إذا فوض العمل يحقق أرباح أفضل من أن يكون هو المدير. وطبعا ده بداية التحرر المالي وتكوين بداية الثروة، بس طبعا هو مر بالمرحلتين الأولى. طيب بعد كده مهندس مستثمر. هو خلاص بقى عنده جزء من الثروة. هو المهندس المستثمر بقى هو من يحول أرباحه من المرحلة الأولى اللي قلناها الموظف، المرحلة الثانية اللي هو من الباطن ده، وإلى المرحلة الثالثة اللي هو بدأ يعمل شركة ليستثمر بيها في مشاريع تانية. يعني مش بس خلاص وقف على المقاولات، لا، يستثمر بقى في البورصة، في الشركات المحلية والعالمية، في شراء شركات لها مستقبل واعد، أو شراء عقارات نتيجة خبراته اللي حصل عليها من المرحلة الأولى والثانية والثالثة. مع تعلم علم إدارة الأعمال بتكون معظم استثماراته مربحة. وأي حد لازم يتعلم إدارة الأعمال. إدارة الأعمال ده طالما أنت عايز تشتغل حر لازم تتعلم إدارة الأعمال. وبالحالة دي بيستطيع أن يكون مليونير بسهولة جدا، لأن هنا المال هو اللي بيعمل عندك.
طب ايه الفرق بين الاربع انواع اللي احنا قلنا لهم بالنسبه للحاله النفسيه للمهندس ده؟ النوع الاول خايف عشان كده بيلجأ للوظيفه، هو اصلا خايف. النوع الثاني يشعر بنقص في الثقه، لهذا يبقى نطاق عمله صغير، بيشتغل على صغير. النوع الثالث والرابع لديه ثقه وصبر ورؤيه وعلم، وهذا ما يجب ان تصل له لتكون مليونير. تعلم علم إدارة الأعمال مع مهنتك، هو علم أساسي وليس اختياري. ليس المال هو الهدف من كلامنا، ولكن وسيلة لتحقيق أهداف أكبر. المال يجب أن يأتي من طريق شرعي وأخلاقي ومفيد للمجتمع، وإلا ملوش لازمة، عدم وجوده أفضل في الحالة دي. وقوة الدول نفسها بتبنى على إنتاجنا كلنا كده مع بعض. الكلام اللي احنا قلناه مش عشان المهندسين فقط، لا، علشان أي مهنة تطور فيها، وكل مهنة تقدر تحولها من موظف إلى مستثمر صغير إلى مستثمر كبير في مجالك، كل واحد في مجاله. الاستثمار هو الحل، اجعل المال يعمل عندك وليس أنت اللي تعمل عنده. علم إدارة الأعمال يا جماعة أساسي مهم جدا للاستثمار الناجح. ويا رب أكون فدتكم بالمقال ده. وطبعا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وطبعا لما تكون مستثمر هتشغل عندك ناس كتير، هتفيد ناس كتير، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.